دلوقتي عايزين نفهم، هل عبد الله الشريف باع نفسه للنظام المصري ولا لسه ثابت على موقفه زي ما هو؟ هو على طول كان بيهاجم النظام المصري بصورة مستمرة وعنيفة أزيد من اللازم. هل هو كان عنده حق في اللي كان بيقوله، ولا كان ليه توجهات خارجية، ولا ليه أجندة خاصة شغال بيها؟ وهل دلوقتي التحول في أسلوبه ده هل وراه شيء مجهول؟ ده اللي هنعرفه النهارده إن شاء الله من خلال حلقتنا، وهنعرض كمان رأي جمهوره على آخر فيديو هو عمله. الحلقة دي مش هجومية، مش هدفها إن إحنا نوقع حد، بس الهدف منها إن إحنا عايزين نفهم إيه اللي كان بيحصل معانا في الفترة اللي فاتت دي كلها. هل الناس دي كان همها مصلحتها بتتكلم باسمنا، ولا كان همها حاجة تانية؟ ويا ترى في أسباب للتحول ده؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله مع بعض. وخلينا نبدأ بالتعليق رقم 4. هل تم التحالف بين عبد الله الشريف والنظام المصري؟ هو السؤال غريب وبصراحة ما كانش متوقع، بس ده لو دل على شيء يدل إن عبد الله الشريف كان ليه أجندة خاصة شغال بيها، بدليل إنه غير موقفه 180 درجة في أقل من أسبوع. يا ترى إيه اللي حصل في الأسبوع ده اللي خلاه يعمل كده؟ هل تعرض لضغط؟ في نقط كتير تايهة عننا، بس خلينا نبدأ باللي إحنا ممكن نفهمه من اللي حصل ده إيه. عبد الله الشريف أهله هنا في مصر ممكن يكون خايف عليهم، عشان كده عمل صفقة مع النظام المصري. وبصراحة أنا بستغرب من الناس اللي بتزعل من حاجة زي كده، يعني المفروض هي مصر دي بلده، لو عمل معاه صفقة فده شيء ما يزعلش حد. كل غايب عن وطنه لابد يوم يرجع ليه، بس هل بعد ما يرجع هيصلح أخطاء الماضي ولا هيعمل أخطاء جديدة؟ التعليق رقم 3، واسمحوا لي عن بعض الألفاظ اللي هتتقال فيه، هي مش على لساننا، دي على لسان المتابعين بتوعه. ويا صديق التعليق بيقول: ما الذي استفاده من تحفيز الموتى والخوف مسيطر على الشعب المصري؟ طب يا ترى الخوف من ايه؟ يعني الخوف على مستقبل الشعب، يعني الناس خايفة على مستقبلها ومستقبل أولادها، ولا خايفة من النظام نفسه؟ أنا في رأيي إن الناس خايفة على مستقبلها، بدليل إن الدعوة ال 11/11 اللي فاتت فشلت، لأن الناس شافت إن دي دعوة لخراب مصر، مش لتقديم شيء جديد للشعب المصري. فطبعا مش طبيعي إن احنا نهد كل الإنجازات دي لمجرد حماس زائل. التعليق رقم 2، هل كان كفاحه لله ولا للناس؟ السؤال ده المفروض ما يجاوبش عليه حد غيره، لأنه هو أضرب بقضيته. بس لو اتعرض علينا احنا كمشاهدين أو كمتابعين ليه والمشهد السياسي اللي بيحصل دلوقتي، إن لو كان كفاحه لله عز وجل ما كانش موقفه اتغير 180 درجة. وده رأيي الشخصي ومش بفرضه على حد، بس أنا بقرا مشهد زي حالته كده، بدليل إن في ناس بتقول إن جرت صفقة بينه وبين النظام المصري، ومتهيألي صعب أوي إن حد يغير قناعاته الشخصية في أقل من أسبوع، أو لو اتحط تحت أي ضغط مهما كان. وبعدين يا صديقي، لو خوفه على أهله، هم أهله بقى لهم سنين وهو بره بيهاجم الدولة المصرية، اللي دخل أهله في الموضوع؟ ولا الموضوع مجرد إن هو تمويل انقطع ودولة تنصلت منه بعد ما كانت بتقويه وكانت بتحميه، لقى نفسه بلا هوية وبلا وطن، فحب يرجع لوطن الأم. لو حب يرجع لوطن الأم فأهلا بيه وأهلا لكل غايب حب يرجع. مصر دايما بترعى التسامح، مصر دايما بتغفر لأولادها المخطئين في حقها، بس المهم بعد ما يرجعوا هل هيكفروا عن ذنوبهم ولا هيتمادوا في اللي هم ماشيين فيه؟ طبعا السؤال ده ما عندناش اجابه ليه، ده طبعا اللي هتوضحه في الفيديوهات اللي جايه ليه ان شاء الله واللي هنتابعها مع بعض. هنا يا صديقي نيجي للتعليق رقم 1، نقطه الاختيار، نقطه الوفاء، اللي بيصير قضيه جدليه واسعه، وحتى عبد الله الشريف في اختيار متهيأله انه صعب شويه عليه. والتعليق كان بيقول: معاه حق اهله اولى من كل شيء في الكون، لا بلد ولا شعب، كله بيقول يلا نفسي. وهل هنا لما اتحط في الاختيار ده ضحى بكل آرائه ومعتقداته، ولا تمسك بمبدأه اللي هو على طول بينادي بيه، مبدأ الثورات والحريات وقلب نظام الحكم هنا في مصر؟ طب خلينا نقول هو فضل أهله. هو لما كان بيدعو لثورة 11/11 وكان بينظم لها في الفيديو الشهير بتاعه الغني عن التعريف، اللي كان بيقسم فيه الفرق الشعب المصري في نزولهم في الميادين، هل هو كده ما كانش خايف على أهله؟ ما مصر لو خربت أهله برضه هيتضروا فيها، مش ليه أخ شغال وليه أب وأم عايشين في نفس البلد اللي هو كان بيدعو لخرابها؟ وهنا قابلنا كام سؤال مهم بخصوص التمويل، بخصوص البلد اللي كانت بتقويه وكان بيتحمى فيها. يعني مثلا يا صديقي نوهنا في حلقة قبل كده كانت بتتكلم عن شريف عثمان، الضابط الطيار الخاين اللي اترمى في احضان CIA الامريكيه، وكان بيحرض بعض المذيعين او بعض الاعلاميين
على مصر، وكان بيديهم كمان فلوس على كده، وكانوا بيقبضوا بالدولار. هل مثلا شريف عثمان لما اتقبض عليه التمويلات دي اتقطعت؟ او مثلا لما تركيا بدات تغير سياستها تجاه مصر، وطبعا المذيعين دول ما بقاش ليهم منبر يذيعوا منه غير بريطانيا. طبعا دي كلها اسئله مش هقدر انا اجاوب عليها، بس هو الموضوع موضوع جدلي، علشان زي ما قلت في اول حلقه محتاجين نفهم عشان لما تقابلنا الحاجات دي بعد كده نبقى عارفين مين العدو ومين الصديق، مين اللي عايز مصلحتنا وبيكلمنا على مصلحتنا، ومين اللي عايز مصلحته الشخصيه بصرف النظر عن مصلحه البلاد والعباد. والموضوع مخلص، والموضوع مفتوح، والحرب على اهل الشر قائمه الى ان يأذن الله.